اليتيم، هي جمعية كفل اليتيم، كتكلفوا بهادو اليتامى والمساكين اللي ما عندهمش، وكيعطيوهم قفات رمضانية وداكشي ما شاء الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن نعمة الإسلام خلت المسلمين متحانين وهازين بعضياتهم. الحمد لله الغني يعطي الفقير، الحمد لله هذا فضل من عند ربي. وجيت عارضي واحد الصديق هنا راه دايرين اليوم واحد الحفل كبير، ما عرفتش كيفاش غيكون، ولكن غنصوروا الاجواء الداخل كي دايره. المهم بقاو معايا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله ونشوف واش كاين. السلام عليكم اخوت، تحيه لكم، تحيه لجميع المشاهدين. اليوم عارضنا واحد الصديق في الجمعيه كفل اليتيم هنا في باريكا، مدينه باريكا تابعه لولايه باتنا. هاد المدينه الجزائريه اللي هاد الجمعيه دي كتكفلوا باليتيم، الغني كيرفع الفقير. الحمد لله دي نعمه الاسلام. ها هو الصديق هو اللي عارض عنا. خويا مرحبا بك ان شاء الله. تحيه لك، يبارك فيك ان شاء الله. امورك مزيان؟ صباح تحيه للضرب هذا خاوه خاوه الحمد لله. الحمد شكون لنا اخي؟ خويا مرحبا بكم عندنا. الله راكم يحفظك. ضيوف عندنا ان شاء الله. الحمد لله الله يحفظك. ان شاء الله خاوه ان شاء الله. هذا راه صديق عشره قديمه حبيبنا. الحمد لله تحيه لكم. سؤال رقم 3 سيتم عرضه الآن. السؤال يقول: ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة آل عمران، سورة النساء، أم سورة البقرة؟ نشكر الغرماء على هذه الإجابة الصحيحة ونقطة. فريق عثمان بقيت لكم قرابة 20 ثانية. كيف الإجابة؟ في هذا اسم إجابة محمد، المقصود بهذا صلح الحديبية. فوج عثمان بن عفان، والإجابة صلح الحديبية. فريق عثمان بن عفان اختار إجابة صلح الحديبية، والكلمة الأخيرة للجنة الزحف. شكرا بني. فعلا الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به هو صلح الحديبية التي كانت في السنة السادسة للهجرة، والإجابة صحيحة. تجدر الإشارة إلى أن صلح الحديبية في السيرة النبوية كان يعتبر حقا فتحا مبينا، حيث تمكن رسول الله أن يوطد دولة الإسلام وأن يبعث لأمراء وملوك تلك العهود المواثيق والرسائل معلنا دخول الدعوة الإسلامية إلى العالم. أما الآن فننتقل إلى فريق علي بن أبي طالب، والتي ستكون السؤال الثاني، فليعرضه لنا الأستاذ. السؤال يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فمن هو إسرائيل؟ هل هو إبراهيم عليه السلام، أم يعقوب عليه السلام، أم إسحاق عليه السلام؟ دقيقة للاختيار. من هو إسرائيل؟ تجدر الإشارة إلى أن المقصود بهذه الآية الكريمة شبيل حسين الدين من فوج علي بن أبي طالب. المقصود بهذه الآية الكريمة على إسرائيل وإبراهيم عليه السلام. فريق علي بن أبي طالب اختار الإجابة الأولى ممثلة في الخليل إبراهيم عليه السلام، ليكون بالنسبة لهم هو المكنى بإسرائيل. فهذه الإجابة صحيحة؟ هي إجابة صحيحة لسؤال غيرها. وعليه أعيد، هي إجابة صحيحة لسؤال غير هذا السؤال.
إجابة خاطئة للأسف الشديد، والعلامة صفر. الإجابة الصحيحة هو يعقوب عليه السلام. شكرا جزيلا للجنة التحكيم. فحاليا نجد أن فريق أبا بكر وعمر وعثمان يتقدمون بنقطة في مرحلة التعادل. أما فريق في العهد العثماني بالجزائر فترة مرحلة الباشوات في أي مرحلة كانت. المرحلة الأولى 1588 حتى 1959 أم 1659 إلى 1671 أم من 1670 إلى 1830. ما هي مرحلة الباشوات في الجزائر؟ إشارة إلى أن العهد العثماني في الجزائر مقسم إلى 3 عهود، وهي عهود الأخوات والباشوات والدايات. فما هي الحقبة التاريخية لمرحلة الباشوات؟ الذي يرعى من طريق أبو بكر الصديق. نختار الإجابة الثانية. إذن نشكر التلميذة عن الإجابة ونتمنى لها إن شاء الله حظ موفق في المرة المقبلة إن شاء الله. والإجابة الصحيحة هي سنة 1588 إلى غاية 1659. ما زالت المنافسة وليتي، فنستعد إلى الأسئلة الموالية. تفضل. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، بعد ما حضرنا الأناشيد الدينية وقراءة القرآن وبعض الأسئلة الثقافية، ان شاء الله غنديروا مائدة الإفطار. كما كتشوفوا معايا هنا غنفطروا ان شاء الله، أذن علينا المغرب، نديروا مائدة جماعية مع الوليدات. داكشي روعة بما كان، ما شاء الله، ما عندي ما نقول. يعطيهم الصحة، قايمين الجمعية ما شاء الله بكفل اليتيم، ما شاء الله، ربي يحفظهم ويزيدهم ان شاء الله. ياك مجيد صحتكم. الحمد لله خوتي، بعد ما كملنا الإفطار الجماعي مع جمعية كفل اليتيم، ودابا حاليا راجع في حالتي للدار.
يعطيهم الصحة وربي يزيدهم من الفضل. وكان تكريم الأرامل هذاك الشي ما شاء الله.